نعلم جميعا أن هذا الملعب استضاف عدة مباريات. هنا نشاهد الحكم الفرنسي ريك بولار الذي يقود هذه المباراة. كل التوفيق إن شاء الله للشباب شيخ الأندية الليث ولزعيم الأندية السعودية الهلال في أن يقدما صورة جيدة وممتعة لكل من يتابع هذه المباراة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية. في انتظار انطلاقة هذه المباراة وفي انتظار أن نستمتع جميعا بنهائي كبير في أول عرس رياضي على هذا الموسم في المملكة العربية السعودية، وطبعا بتشريف نائب أمير منطقة الرياض الأمير سلطان بن عبد العزيز. الكرة إلى محمد نامي، محمد نامي مع الكرة يلعبها عرضية من مرمى خطيرة وبالراس تتحول للاعب عبد الله السوري، يحاول يعدي عرضية من مرمى خطرة. كبيرة في درة الملاعب بهدف هلالي رائع من فهد المفرج، واخيرا تنفس الصعداء الهلاليون بهدف فهد المفرج. هدف رائع يفرح الجمهور الهلالي الكبير في هذا الملعب. هدف اتى في وقت قاتل ومهم جدا للفريق الهلالي. فهد المفرج يسجل هدف رائع، هدف رائع للهلال في وقت مناسب يعطي الافضليه للهلال لتحقيق لقب هذه البطوله. فرحه كبيره جدا للفريق الهلالي بهذا الهدف الرائع. الهلالي تحتفل بهذا الهدف الذي اهداه الفريق الهلالي اللاعب فهد المفرج. اذا صافره المباراه، صافره حكم المباراه الحكم الفرنسي ريك بولار يعلن نهايه المباراه وفوز هلالي بهدف فهد المفرج. مبروك مبروك مبروك، الف 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 مبروك للفريق الهلالي هذا اللقب وتحقيق البطوله على حساب الشباب. مبروك للجماهير الهلاليه، مبروك لكل هلالي هذا اللقب الجديد الذي يضاف على كرت احمر عن هذه المباراه. اذا محمد الدهية لاقى الحراسة السعودية والحراسة الآسيوية، الحارس الكبير والمبدع ودائما مصدر اطمئنان للفريق الهلالي هذا الحارس الكبير محمد الدهية. إذا في انتظار التتويج الآن ورفع كأس البطولة. ألف 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 مبروك للفريق الهلالي وللجمهور الهلالي لقب هذه البطولة رقم 48 التي تضاف لسلسلة الإنجازات الهلالية، والبطولة الثامنة للفريق الهلالي بطولة كأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله، بطولة كأس ولي العهد رقم 34 من نصيب الهلال. فرحة هلالية كبيرة، فرحة كبيرة جدا للهلاليين ولصاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد وللأنصار ومحبي هذا الفريق الكبير الذي يحقق لقب هذه البطولة. فرحة كبيرة للاعبي الهلال بتحقيق لقب هذه البطولة. ألف ألف مبروك للهلاليين لقب هذه البطولة بعد أن استطاعوا تحقيق اللقب برأسهم.